السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أم علي الجزائرية. نهاركم مبروك وصحة رمضانكم تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. أنا اليوم أول يوم تاع رمضان استقبلته بحاجة حلوة. أنا فضلت هنا الكنافة بجبن موتزاريلا بالمكسرات بزاف هايلة وبنينة ما شاء الله. تقدموها في سهراتكم الرمضانية، يعني سهلة وبسيطة في دقائق فقط أنتم حضرتوها بهذا الحجم العائلي. تابعوني وفرجة ممتعة. بسم الله. اولا هنا قبل ما نبدا شوفوا الهديه اللي هدتها لي بنتي سيرين، ربي يحفظها وربي ينجحها ان شاء الله، وربي ان شاء الله يطلعها لاعلى المراتب. وما تنساوش تدعيوا لها ان شاء الله تنجح البكالوريا. شوفوا دارت لي هذا الطاس باسم وصفات ام علي الجزائريه، وهي الثاني اللي دارت لي هذا لو كاتر هذا. بارك الله فيها، شكرا بنتي، ربي يحفظك وربي ان شاء الله يسعدك دنيا واخره. هنا نبداو اولا يا البنات بالشربات نتاع الكنافه. هنا درت كاس نتاع السكر، وراح ندير زوج كيسان نتاع الماء في هاد لاكاسخول هذه، وراح نزيدو نديرو شريحه نتاع الليمون. راح نحطو لو كاسخول تاعي على النار، نخليها حتى تبدا تغلي، نحسبوا لها 10 دقائق ونطفيو لها. هنايا راح نبداو ان شاء الله بالكنافه نتاعنا. هنايا عندي 600 غرام. انا شريت هذه العلبه هذه الكبيره فيها 600 غرام، يعني فايته شويه الارطل بحوالي 100 غرام. راح ان شاء الله نقطعها ونحطها في لاشواغ باش نطحنها بيان مليح. شوفوا هنا كيفاش طحنتها، لازم تجي رقيقه فا كما راكم تشوفوا. هنا الشربات نتاعي راهي وجدت، حسبت لها 10 دقائق بعد بدايه الغليان تاعها، حسبتها 10 دقائق وطفيت لها. راح نزيد عليها مغرفه نتاع العسل هكذا باش تجي الشربات نتاعي بزاف بنينه وتجي شويه ثقيله، ما تجيش كما نقولوا مايها بزاف، باش ما تجيش طايحه الكنافه تاعي، تجي محافظه على القرمشه نتاعها. هنا راح نزيدوا للنكهه فقط للتنكيه، راح نديروا زوج ملاعق كبيره نتاع ما ورد. المورد راح يعطيها واحد الذوق ما شاء الله. راح نخلطو مليح ونحطو الشربات نتاعنا جانبا تبرد. نرجعوا الكنافه نتاعنا، راح نديرو مغرفه كبيره نتاع عطر الفانيليا باش نعطروها، ونديرو زوج ملاعق كبيره نتاع سكر غلاس. سكر غلاسي اكيد الناعم راح يعطيها واحد الاحمرار ما شاء الله. ونزيدو كوب نتاع السمن يكون مذاب ولا مارغرين ولا فلوريال كيما تحبوا، النوعيه اللي تحبوا ديروها فلكم الاختيار الافضل. راح نخلط كل شيء مع بعض جيدا بهذا الشكل هكذا مليح في لا ريسيبيون. هنايا جبت هذه الصنيوه هذه الخاصه بالكنافه، راح ندهنها مليح بالزبده يا البنات على جميع الجوانب هكذا باش تعطي لي هذاك الاحمرار. الكنافه تحب بزاف السمن او الزبده هكذا باش ما تلصقليش، وباش تعطي لي هذيك لا كولور الدوغي. راح ندهنها بيان مليح هكذا كما راكم تشوفوا، نغطيوها مليح باليدام. بعد ذلك هنايا راح نقسموا هذيك الكنافه تاعنا على زوج. هذوك القطايف اللي كنا طحناهم نقسموهم على زوج قسم متساوية. يعني كما نقولوا يعني تكون كيف كيف يعني في الحجم. القطعه الاولى راح نحطوها هكذا القسم الاول، وراح نفتحوه على جميع الجوانب هكذا مليح، هكذا على السنيوان تاعنا مليح. وراح نضغطو بيان هكذا باي كوب هكذا باش تجي الكنافه نتاعي ملساء وتجي رطبه وتجي متساويه الشكل، ما تجيش يعني محدبه ونص طالع ونص هابط. راح نزيدو نسقيوها بشويه نتاع الزبده من الفوق تكون مذابه. هنا بالنسبه للموتزاريلا انا هنا شريتها، وتقدروا حتى تخدموها في البيت، يعني هي المخدومه في البيت احسن وافضل اللي تتباع في المحلات. انا هذه شريتها لاني كنت مزروبه شويه. راني طحنتها يعني رحيتها في الرحايه هذيك اليدويه تاع الثوم، وراح نحط هذيك الجبن موتزاريلا هنايا في الوسط، وراح نمشي على كافه الحواف نتاع القطايف اللي كنا سويناهم في هذه الصنيوه. شوفوا ما شاء الله. هنايا راح نبداو ان شاء الله نغطيو جبن موتزاريلا نتاعنا بهذاك القسم الثاني اللي كان تبقى لنا، نغطيوها بيان هكذا مليح، نحاولوا انها ما تبانش، وراح نضغطوها بيدينا مليح، وراح نعدلوها بيان ونسويوها على جميع الجوانب، ما يجيش نص طالع ونص هابط. ونزيدو نضغطوا لها من الفوق هكذا بكوب هكذا، ونعدلوها بالملعقه على جميع الجوانب هكا باش نستفوها مليح كما راكم تلاحظوا. بعد ذلك هنا ذوبت شويه تاع زبده، راح نزيد نمسحها هكذا من الفوق هكذا شويه تاع زبده باش تعطي لي الاحمرار من الاسفل ومن الاعلى. اذا انا هنا حضرت الفرن نتاعي على درجه 200 درجه، راح نخليها تطيب من الاسفل حتى تاخذ اللون الذهبي على الجوانب، ونزيد نشعلها من الفوق حتى تحمر لي كيما هذا اللون، تعطينا هذا اللون هكذا من الفوق
ومن الأسفل. إذن هي تخرج مباشرة ساخنة، وانا راح مباشرة نسقيها بهذيك الشربات او الشحور هذاك اللي كنا عملناه في البداية مع بعض وهو بارد. الكنافة لازم تكون ساخنة جدا. انا يعني درتها كبيرة يا البنات بحجم عائلي، شوفوا ما شاء الله. هنا بالنسبة للديكور كما تحبوا، كل واحد كما يحب ديكوري الكنافة نتاعنا. درتها بحجم عائلي، ديكوريتها هنا باللوز كما راكم تشوفوا والجوز، وشويه نتاع البيستاش ولا كاوكاو المنكه بالبيستاش كيما تحبوا. هنا شوفوا ما شاء الله. راح نقسم لكم هنا، راهي بردت لي، من المفروض راهي تجي تتعلك، راهي خليتها شويه بردت لي على بها ما قسمتهاش يعني ثمثم وهي سخونه، لاني كنت نديكوري فيها، ولما كنت نديكوري هي كانت تبرد لي في هذيك الوقت، كانت تبرد لي، ولهذا ما جاتنيش تتعلك يا البنات. ان شاء الله نتمنى تعجبكم، وصحة رمضانكم وصحة صيامكم، كل سنة وانتم طيبين. تلقاو في فيديوهات جديدة مع وصفات ام الجزائرية. مع السلامة.